قضيت على جلد الوزة في اقل من اسبوع بالبادي ميلك ده من باليه، وهو فيه 15% يوريا. ولما نزلت لكم الريفيو بتاعه كلكم كنتم متحمسين جدا ليه، بس كلكم طلبتوا مني بديل يكون موجود في الصيدليات او في الماركت المصري عامه، يكون اقل في السعر ويكون متواجد بشكل اسهل، ولقيته لكم. واهلا بيكم في الحلقه السابعه من البديل الارخص. والبديل بتاعه بمنتهى البساطه هو اليوريا كريم من أليجون. بعد ما استخدمتهم وقارنت التكستشر، هما الاتنين يعتبروا بدايل لبعض. طبعا نتيجة ده كانت اسرع من نتيجة ده، واستمرارية ده كانت افضل من استمرارية ده، بس ده يعتبر بديل ليه لو احنا مش هنقدر نجيب ده، لان ده فيه 10% يوريا وده فيه 15% يوريا، which is a good thing، يعني مش حاجة وحشة ابدا. وده كمان فيه ساليسيليك اسيد وفيه شيا باتر، والقوام بتاعهم متشابه جدا جدا. هوريها لكم سايد باي سايد. ده كده الأليجون، ده باليه. بصوا أليجون هتحسوه كده برضو لوشن، وده برضو لوشن. بصوا التكستشر قريبة جدا جدا جدا، الاتنين فعلا سهلين جدا جدا في الدمج، وده اللي عجبني بصراحة في اللوشن بتاع أليجون. لو عايزين ريفيو ليه لوحده سيبولي في كومنت.